يهنوا هو هينهم، بدل ما يدعسوا عليه هو دعس عليهم. شو بدنا أحسن من هيك؟ أحسن من هيك. مصباح ملائكة الأرض والسماء بتحبه، ما حدش بكره. إن الشهيد أطلق النار تجاه إسرائيليين قرب مقر الشرطة المركزي في حي الشيخ جراح. عملية إطلاق نار تفاجئ الشرطة الإسرائيلية. قتل إسرائيليان كما أصيب 6 آخرون في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني في القدس الشرقية صباح هذا الأحد. بيستاهلها مصباح، والله بيستاهلها، بيستاهل أعلى مراتب الشهادة. الحمد لله رب العالمين، هو بالفردوس الأعلى وإحنا لاحقينك حبيبي. الحمد لله الحمد لله يا ناس، هنونا ما تعزونا لأنه أخوي مات بشهادة ونالها، طلبها ونداها ونالها. الحمد لله، نحمد الله على الشهادة اللي والمرتبة اللي الله أعطاها. الحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله. في هذا المكان تحديداً استشهد الباسل مصباح أبو صبيح الذي كان على موعد مع السجن صباح هذا اليوم لتسليم نفسه، لكنه اختار أن يسلم نفسه حياً إلى الخالق وبطريقته الخاصة، فأكد على استمرار هبة القدس الشعبية بعد مرور عام على ذكراها، وعنوانها تحرير القدس والمسجد الأقصى. للجليل قناديلها وللقدس مصابيحها. وشهيد مصباح أبو صبيح ابن القدس الملقب بأسد الأقصى أحدهم. هذا الرجل الذي خلف سيرة محمودة وراءه، سيرة قائد كبير قرر الشهادة خوفاً أن يقال أن أبناء القدس تنحوا جانباً أو استسلموا. لعيونك يا حزم مصباح، لعيونك يا حزم صباح، لعيونك يا حزم صباح، لعيونك يا حزم صباح، لعيونك يا حزم صباح، لعيونك يا حزم صباح. خدع الجميع بمن فيهم أطفاله 5 وأصدقائه، والأهم أنه خدع عدوه، فأوهمه بأنه في طريقه لتسليم نفسه للسجن 4 أشهر في معتقل الرملة، وذلك بتهمة الاعتداء على شرطي عام 2013. لكن المصباح تجول يودع القدس بعينيه والنصر بيديه، فنفذ عملية نوعية ضربت الاحتلال بالعمق، وذلك على بعد أمتار من مقر القيادة القطرية للشرطة الصهيونية في القدس، وذلك في المنطقة المسماة تلة الذخيرة، والتي حرر فيها أبا العز ذخيرته برؤوسهم. فقتل جندياً صهيونياً من وحدة اليسام ومستوطنة ليربك حسابات العدو ويسقط خططهم الأمنية أرضاً. مصباح فيش زيه في الدنيا بحنيته. شو الواحد بده يذكر عنه لما يذكر الليلة احنا جايين عشان الوضع انه بده يروح يسلم حاله. بقول له يا اخي مش تعمل اضراب، ان شاء الله اذا اضربت تضربش زي اللي بضربه، اذا اضربت
نزع بموت بعدين أنا بموت. اللي هو بقول لي لا طولي بالك شمالك يا بنت الحلال أمانة الله ما تعيط، بس وين ما نعيطش على مصباح فخر مصباح إلنا طول عمر. هذا سببه ظل اليهود، يعني آخر إشي ما ظلش إلا يمنع عنه النفس والهواء، منعوه من القدس، منعوه من الأقصى، منعوه من السفر. هذا السبب في الآخر هم السبب. إحنا في الآخر ما ظلش إلا ينفجر الواحد أخي، والضغط دائما بيولد انفجار، هم السبب في هذا الشيء. علمناه قولوا لك لا بالشباب، قولوا لك لا بالشباب، جاي الاشتباك، جاي الاشتباك، قولوا للمخابرات، قولوا للمخابرات، ومدر ابنا الاعتقالات، ومدر ابنا الاعتقالات. كل الناس بتحبه، بعدين له نقطة إنه أسد الأقصى قد ما هو بتعلق في الأقصى، بحب الأقصى وبمنعوه إياها، فضغطوه يعني، لا على البلد ممنوع يفوت، على القدس ممنوع يفوت، كل ما يطلع بياخذوه بكلبشوه بياخذوه، ضغطوه ما قدرش يعمل شو بده يعمل، هو يعمل اللي عمله، راح من شان يسلم حاله، راح ينحبسه وما راحش يعمل عمل. طيب ما بعرفش شو اللي صار، جاء الخبر انه استشهد، هذا اللي عرفه. لم يسرج مصباح العز مصباحه بالدم إلا مضطراً. بعد سلسلة من الخناق والضغط النفسي المقصود والممارس ضده من قبل الاحتلال، أبعدوه عن أحب الأماكن إلى قلبه ودرة عينه، المسجد الأقصى المبارك، ومن ثم البلدة القديمة، وأخيراً القدس، ومنعوه من السفر واعتقلوه أكثر من 4 مرات في أسبوعه الأخير. هذا إلى جانب أن مصباح كان أسيراً محرراً مضى 39 شهراً متقطعاً داخل الأسر. أرادوا أن يجردوه من الكرامة، فأبى أبا العز إلا أن يعلمهم درساً في أخلاق المقاوم المقدسي، فحمل السلاح وأجاد التصويب، وكان هذا خياره الأخير الذي أذهل القريب والبعيد. حتى الآن لم نسمع تصريح واحد يدين ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، لم نسمع حتى الآن، لم نجد وقفة جادة في المسجد الأقصى المبارك من أي مسؤول يقول لهم الأقصى خط أحمر، الأقصى دونه الدماء. نحن نقول الأقصى دونه الدماء، الأقصى دونه أولادنا، الأقصى دونه كل ما نملك، ولكن نتساءل أين الأمة العربية؟ هل ستبقى الأمة تقف موقف المتفرج والمسجد الأقصى المبارك يستباح ليل نهار تدنس ساحاته؟ المرابطون بإذن الله عز وجل سيبقون مرابطون على أبواب المسجد الأقصى المبارك. إنه من سلوان و39 سنة عمره، قلت لهم والله أخوي اللي عملها، ما كناش مفكرين مصباح يعمل هيك، بس الحمد لله عملها ورفع راسنا كلنا، رافعين راسنا فيه مصباح، طول عمرنا رافعين راسنا فيه، وبإذن الله طول عمرنا رح نضل رافعين راسنا. رفع راسنا فيما وهو عايش، كان أسد وضل أسد حتى لما راح أسد. علمناه الحج مصباح، علمناه قولوا لك لا بالشباب، قولوا لك لا بالشباب، جاي الاشتباك، جاي الاشتباك، قولوا للمخابرات، قولوا للمخابرات، ومدر ابنا الاعتقالات، ومدر ابنا الاعتقالات، وفي القود الثغرات رصاص، وفي القود الثغرات رصاص، وفي القود الثغرات رصاص، وفي القود الثغرات رصاص، ونستبيدك حج مصباح، ونستبيدك حج مصباح، ونستبيدك حج مصباح. يصبرنا على فراقه ويرحم الشهداء كلهم. احنا بنفتخر لانه القدس كلها وقفت معاه، غزة والبلد القديمة وبيت حنينة وكل العالم الحمد لله عرفت مصباح ايش هو أسد الأقصى، ومات وهو أسد الأقصى، ما نزل ولا نهان. هنوه كتير، منعوه الدخول للمسجد الأقصى، قاوم، منعوه للبلد القديمة والحمد لله قاوم،
واليوم كان مفروض إنه يسلم حاله ويروح. أخذوا بالأسبوع هذا 4 مرات، والحمد لله رب العالمين. رفع راسنا لكل فلسطين، اوعى تفكر. رجال كثيرة بكت المصباح، فهو لم يمر مرور الكرام في حياتهم، بل كان وجها مبتسما وعقلا حكيما وصاحب روح وحدوية، أحب القدس بمن فيها، فكان نعم الأب والصديق لشباب البلدة، وعمل بصدق تاركا الشهرة والأضواء خلفه، فلمس المصباح هموم الشارع ليكتسب شعبية وحبا لا مثيل. بكته القدس وافتقده الأقصى، فهو خير من حمل همه ورابط بداخله ومات من أجله. رسالتي لأهل القدس وشباب القدس وأهل القدس أن يداوموا على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، أن يداوموا على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو أمانة في أعناقنا، أمانة ليوم القيامة. سيسألنا الله عز وجل ماذا قدمنا للمسجد الأقصى المبارك. للاحتلال أنكم مهما تكالبتم ومهما ظلمتم ومهما تعالى ظلمكم ومهما قدمتم إلينا من مجازر ومن ويلات، ولكننا بعون الله عز وجل إننا صامدون في قدسنا، صامدون في المسجد الأقصى المبارك. أبعدتمونا عن المسجد الأقصى المبارك، رابطنا على أبوابه. أبعدتمونا عن البلدة القديمة، رابطنا في القدس. أبعدتمونا على القدس، بإذن الله عز وجل سنعود إلى القدس. روح قلب الأقصى كان إذا منعوه يدخل الأقصى، يطلع على الطور وضل يبال الأقصى. يقول أنا ما بقدرش. نقول له يا أخي طب شو جري لك يعني شو؟ يقول أنا روحي بالأقصى بقدرش أبعد عنه، الأقصى في دمي. يقول لنا الأقصى في دمي ما بقدر أبعد عنه. شو بدنا نقول عن مصباح ولا شو بدنا نقول؟ رحل مصباح تاركا وصيته خلفه، فقال: الأقصى أمانة في أعناقكم فلا تتركوه وحيدا. ذهب وهو على يقين أن هناك رجالا في القدس ستحمل الوصية على أكتافها وتسير بها لتنير مصابيح القدس عزا وفخرا، اقتداء بالمصباح اللامثيل، وهو الشهيد مصباح أبو صبيح. عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصفو وأحرسهم من هواة الرثاء، وأقول لهم: تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر، تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر.